يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعله شهر خير وبركة كده علينا جميعا يا رب، ويستر كل اب قدام ولاده، ويجعل بيوتكم دايما عمرنا بالخير، اللهم امين. بصوا كده، جبت شوية مشتريات من فتح الله. بصوا يعني انا جبت الحاجة اللي ممكن تكفيني فترة، مش شرط يعني في رمضان بس. تمام. فاللي وريتهولكوا الاول ده كيلو تمر. طبعا هو فيه اسعار وفيه يعني درجات، فاللي يناسبك هاتي. وجبت نص كيلو عناب. وجبت بقى من كل حاجة اللي هي القراصية والمشمشية والكلام ده، جبت ربع بس. تمام. وجبت ربع زبيب. الربع الزبيب ده كده قراني، انا مش فاكرة اي اسعار يا بنات. انا بس بوريكم المشتريات يعني بفكركم اللي ناسية حاجة وممكن ان هي يعني تلحق تجيبها وتكون محتاجاها مثلا ومش فاكراها، فاحنا بنوري بعض. ودوت نص كيلو كريم شانتيه. ودوت قالب كده تمر هندي. تمام. ودوت نص خروب. تمام. انا بجيب كده كميات صغيرة احتاجت في رمضان. تمام. البهارات جايبة من يعني هوريكم دلوقتي البهارات. جايبة ربع وجايبة اقل جايبة ازيد. تمام. و... ودوت قمر الدين. بص يا بنات، المنال دوت احسن نوع. هو تقريبا ب90، فانا جبت 2. تمام. وجوز الهند عشان يديكي طعم كويس في الاكل، هاتي جوز الهند كامل الدسم، بيكون اغلى شوية من العادي بس بيكون احسن. وهنا بوريكم جبت كيسين فيجيتار. هوريكم الخلطة اللي انا بعملها دلوقتي للفراخ البانيه. تمام. وجبت كيس 7 بهارات، وجبت كيسين كده او 3 تقريبا البودرة بتاعة البشاميل. انتوا عارفين انا بعمله بالدقيق، بس ولادي لما جربتها كده بالكيس دوت عجبتهم بصراحة. وجبت ربع فلفل اسود، وجبت لومي، ودوت بابريكا برضو جبت ربع وجبت توم كاري وكركم. وبوريكم الفيجيتار دوت. الفيجيتار هقلبه على الفيجيتار الكياس. وجبت اللي هو بتاع الكريسبي ده، البودرة بتاعة الكريسبي دي بضربها في المطحنة وبعملها خلطة كده للبانيه، بتبقى تحفة. وبحط عليها حبة البركة وحبة فلفل اسود. تمام. تعالوا بقى هنا نعمل شربات الكنافة المظبوط. بصوا يا بنات، عشان تاخدي شربات فاتح وحلو لازم يكون السكر بتاعك فاتح. تمام. يعني لو عملتيه بسكر غامق هيطلع الشربات غامق، سكر فاتح هيطلع الشربات بتاعك رايق كده وكويس. فانا عملت دلوقتي مقدار كيلو سكر، حطيت عليه حوالي لتر الا ربع ميه. تمام. عشان يكون المقدار بتاعه مظبوط. تمام. ودوت عسل جلوكوز هاخد تقريبا ربع العلبة دي كيلو، هاخد تقريبا ربعها. تمام. بتديني زي ما تكون مادة حافظة كده، وبتديني طعم وقوام حلو قوي للشربات. مش متوفر خلاص بلاش منه. ماشي يا بنات لحد كده تمام. ارفعه بقى على النار وما اقلبش فيه ولا اي حاجة. بشيل كده العسل الجلوكوز بالراحة لانه بيبقى متماسك شوية، وبولع وبسيبه على النار بقى، ما بقلبش غير لما يدوبك بيبتدي من الجناب كده ايه ان هو يعني خلاص ابتدى يغلي. تمام. بعصر بقى نص ليمونه وبحطها في الشربات تغلي معايا. تمام. اي بقى نكهه انت عايزه بتحبي تحطيها، عايزه تحطي قرنفل، عايزه تحطي قرفه، اي نكهه بتحبيها. وعشان الشربات بتاعك ما يسكرش غطي الحله. فالبخار اللي هينزل من غطا الحله على جناب الحله كده مش هيعمل معاكي تسكير من الجناب. تمام. فهقلب كده وهشوف السمك والقوام بتاعه، بعمل بين ايديا كده لو حسيت انه يعني لزج كده بين ايدي. بس خلاص كده هو اخد معايا تقريبا ربع ساعة على النار. تمام. وفي الاخر خالص بقى بحط الفانيليا عشان خاطر ريحتها تفضل موجودة في الشربات، ما سيبهاش تغلي كتير. خلاص كده انا هطفي بقى وهسيبه يبرد، وتعبيه بقى في ازازة في برطمان في اي حاجة بعد ما يبرد شوية. تمام. طفيت عليه كده هسيبه يهدى وهعبيه. انا بعبيه بقى في برطمان وبحطه في باب التلاجة. حابة تسيبيه قدامك على الرخامة تمام. تمام. هنا بقى بعمل ايه معاكم؟ هعمل سمان. بصوا يا بنات، دلوقتي الحمام غالي قوي، وخصوصا بقى في رمضان ودخلت رمضان كده بيكون غالي جدا. تمام. فالسمان عادي يقوم بالواجب يعني. تمام. بيبقى حجمه صغير بس عادي نفس يعني بنعمله بنفس الطريقة، وممكن الطعم يكون مقارب شوية بس برضو ايه تمام شغال. فمعايا بصلاية مفرومة كده بحطها في شوية زيت.
وبوريكم هنا ان انا السمان غسلاه كويس جدا ولفاه بصلايه مفرومه بطماطميه مفرومه وملح وفلفل ورشه قرفه، واسيبه شويه كده عشان خاطر ايه ياخد من نكهه التتبيله اللي انا متبله بيها. تمام. بقلب كده لحد البصل بتاعي ما ياخد لون شويه، وبنزل بالكبد والقوانص بتاعه السمان، بديها برضو تشويحه كده، واحط لها برضو رشه ملح وفلفل ورشه قرفه. تمام. بديها تشويحه معايا كده، وبكون في الوقت دوت غسله الرز، بنزل بس بالبهارات اللي قلتلكوا عليها، ملح وفلفل ورشه قرفه وورقتين لوري. تمام. تشويحه كده بس، وبنزل بالرز بتاعي، بغطيها بس يعني دقيقه كده بس عشان اتاكد ان القوانص استوت. ماشي يا بنات. بنزل بالرز بقى اللي انا غسلته كده، وبشوحه تشويحه، وبحط له الميه بتاعته لحد ما ياخد 3/4 سوا، وباخد المقدار اللي انا يعني هحشي بيه السمان، وبقية المقدار بسيبه على النار يستوي سوا كامل، وتقدميه بقى مع السمان، تحطيه تحت السمان، زي ما تحبوا يعني ايه تكونوا بتاكلوا، يعني بتحبوا تاكلوا بيه. تعملي جنبه شوية ملوخية، ولادك بيحبوا ياكلوه بالشوربة عادي. تمام. يعني مش مكلف الا السمان، وهيعمل معاكي سفرة حلوة قوي. الجوز تقريبا، الجوز ب80 تقريبا او كده، لكن طبعا الحمام دلوقتي هتلاقيه معدي جدا يعني. تمام. زي ما قلت لك حطيت مقدار الميه وهديله 3/4 سوا، وهاخد كده يعني انا باخد يعني معلقه رز على قد السمانه، بس مش بحشي كتير عشان خاطر ما يفرقعش مني في الشوربه. عملت شوربه عاديه خالص زي اللي بعملها للحمام او للفراخ او اي حاجه، وبنزل بالسمان بتاعي كده بعد ما حشيته. تمام. ما حشيتهوش معاكم لان انا عاملاه معاكم كتير. بقفل بس كده بوريكم، بقفل بخله كده بس السمانه من تحت عشان الرز ما ينزلش مني في الشوربه. تمام. بس كده بقى هسيبه بقى يستوي، وهطلعه احمره وخلاص. عندي هنا بقى ايه لفة سمبوسك، او يعني شوية صغيرين كانوا في التلاجة، طلعتهم وعملت كده، عملت لهم اللزقة بتاعتهم اللي هي معلقة دقيق بمعلقة مية. وبعمل بقى معاكوا ايه يعني، احشي بقى السمبوسك زي ما انتي عايزة. انا عندي شوية لحمة مفرومة طلعتهم سخنتهم، كنت معصجاهم من حاجة تانية، فانتوا عارفين دلوقتي احنا بنلم بواقي التلاجة يعني. فالحمد لله عملت بيهم كده، حشيت باللحمة المفرومة كده شوية. وهعمل حشوة تانية، عملت بس معلقة جبنة، اي نوع جبنة عندك. انا عندي دي كانت جبنة فيتا، قطعت عليها كده شوية شبت، وحابة تحطي برضو شوية حبة البركة عليهم. تمام. وكان عندي برضو حتة جبنة موتزاريلا صغيرة خالص حطيتها عليها. اي حشوة يا بنات ولادك بيحبوا ياكلوها اعملوها لهم في السمبوسك، بتبقى حلوة قوي. تمام. بصوا مش عايزين نضيع ايامنا في رمضان في عمايل الاكل والشرب والكلام ده. يعني ما تنسوش ان رمضان شهر ما بيجيش غير في السنة غير مرة واحدة. خدي بالك بقى من صلاتك وقراءتك للقرآن والذكر والصدقة والحاجات الجميلة قوي دي اللي ايه يعني، إيه يعني بيكون العائد بتاعها البركة، البركة في بيتنا وفي حياتنا وفي عيشتنا وفي ولادنا وفي كل حاجة. تمام. فربنا يا رب يبارك لنا كده في شهر رمضان، وان شاء الله نطلع منه كلنا مجبورين الخاطر، اللهم امين يا رب. ماشي يا بنات. كده بوريكم برضه اهوت السمبوسك بتتلف سهل قوي قوي قوي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده برضه بوريكم حشوة من هنا وحشوة من هنا، وخلاص ما بتاخدش معايا اي وقت. وفي الزيت بقى بتحمريها. عندك اير فراير بقى وحابه تحطيها برضو عشان خاطر ما تاخدش منك زيت، ما تشربش منك زيت. تمام. حابه تحطيها برضو تدهنيها كده بفرشه زيت وتحطيها تحت الشوايه. ماشي تمام. هنا حمرتها انا في زيت، ولادي بيحبوها بصراحه متحمره. وهنا حمرت معاكم السمان اهو.
وبس. والرز كمان كمل سوا اهوت، برضو ولادك هيحبوا ان هما يغمسوا بيه بالشوربة كده، بيبقى تحفة قوي. ماشي يا بنات، وادي سفرتنا جاهزة اهو. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك، ما تنسينيش بلايك واشتراك وكومنت امر منك كده. كل سنة وحضراتكم طيبين، مع السلامة.